المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة أعياد الميلاد. نشرة الأخبار من الفضائية الإيرتية، وفيها اختتام المؤتمر الدولي للدراسات الإيرتية بنجاح. الإيرتيون في سويسرا يناقشون تعزيز منظماتهم. جهود لزيادة المشاركة العامة في برامج التنمية في مديرية دكه. مئات القتلى والجرحى إثر زلزال مدمر في الصين. إيران تختبر أنظمة دفاع جوي جديدة في إطار مناورات عسكرية شاملة. والصين وناميبيا تتعهدان بالتعاون لتحقيق الشراكة. أهلا بكم مشاهدينا. اختتم المؤتمر الدولي للدراسات الإيرترية 2025 الذي افتتح في 4 يناير في أسمرة بنجاح مساء يوم أمس 6 يناير. وتقدم وزير الخارجية السيد عثمان صالح في الكلمة الختامية التي ألقاها بالشكر لكل من عمل وساهم على الاختتام الناجح للمؤتمر متعدد القطاعات، وسلط الضوء على موارد إيرتريا البكر في الزراعة والتعدين والقطاعات الأخرى والفرص الهائلة التي تخلقها. وأضاف الوزير عثمان أن المؤتمر سيعزز التزام إيرتريا طويل الأمد بالمشاركة الإقليمية على أساس مبادئ السيادة والمصالح المشتركة ومعالجة التحديات. وأوضحت اللجنة المنظمة في تقريرها الموجز أن المنتدى الأكاديمي كان ناجحا بأوراق بحثية مقسمة إلى 19 موضوعا تعكس القضايا الوطنية والإقليمية والدولية. وأكدت رئيسة اللجنة المنظمة الدكتورة حليمة محمد في إفادتها لوكالة أنباء إرنا أن المؤتمر الذي حضره أكثر من 530 من المهنيين والخبراء والباحثين استضاف أوراق بحث مهمة وأنشطة إضافية تعكس موضوعات مختارة. وتطرق المؤتمر إلى أكثر من 150 موضوع بحث في العلوم الطبيعية والاجتماعية والزراعة والموارد البحرية والآثار والتراث الوطني وفرص وتحديات الهجرة والاقتصاد والتنمية والبيئة وتغير المناخ واللغة واللغويات والقانون والطب والعلوم الصحية والسياسة والشؤون الدولية والإقليمية والقضايا والعلوم التكنولوجية، بالإضافة إلى ورقتي بحث ركزت على الشعر الشفهي وعلم الموسيقى. وحضر المؤتمر الدولي للدراسات الإيرترية 2025 إيرتريون وأجانب من ألمانيا، إيطاليا، المملكة المتحدة، جمهورية الصين الشعبية، الاتحاد الروسي، المجر، الهند، مصر، أوغندا، الصومال، السودان، كوبا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا وغيرها. وتضمنت مناقشات تفاعلية وورش عمل ومعارض تصويرية وثقافية. عقد أكثر من 1250 إيرتريين يعيشون في سويسرا ندوة في جنيف 4 يناير لتعزيز منظماتهم. وأوضح مسؤول الشؤون التنفيذية في السفارة الإيرترية والممثل الدائم لإيرتريا لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السيد هابتون درآي مسيرة التنمية في إيرتريا والوضع الحالي في المنطقة والعالم، مؤكدا أن المهمة المرحلية هي زيادة مساهمة الجميع من خلال تعزيز المنظمات الوطنية. وقال هابتوم أن مؤامرات الأعداء والخصوم تتغير أشكالها لكنها لا تهدأ، مضيفا أنه كما الحال دائما متسلحين بالمعرفة والمهنية والانضباط يجب أن نتقلب عليها بيقظة عالية. وشدد في هذا الصدد على أن توريث القيم أولوية قصوى وعلى الجاليات أن تعمل عليه بمنتهى الاهتمام. وحث مسؤول الشؤون الشعبية السيد تولدي يوحنس الإيرتريين في الخارج على العمل الجاد على التنظيم لأنه ضروري للحفاظ على هويتهم وتعزيز مشاركتهم ومساهمتهم في الأنشطة الوطنية والمجتمعية. وتعهد المشاركون بالمساهمة في تحقيق البرامج الوطنية من خلال توسيع وتعزيز تنظيمهم. في نهاية اللقاء الذي شهد حفلا فنيا تم توزيع شهادات التقدير على الأفراد الذين ساهموا تطوعيا في الأنشطة التي نظمتها السفارة. عقدت إدارة مديرية دقة اجتماعا مع ممثلي الشعب والجهات الحكومية بهدف تنفيذ البرامج المخططة وزيادة استفادة المجتمع من مؤسسات الخدمات الاجتماعية. وقال مدير المديرية السيد همد إله أن ضمان المشاركة المجتمعية يمثل
أولوية، لأن البرامج التنموية والإدارية المخططة لا يمكن أن تنجح دون المشاركة الفعالة للمجتمع. وقال المدير التنفيذي السيد تقلاه منوز ربروخ أن الحكومة تقوم بإرساء الخدمات الأساسية من وقت لآخر، لكن فوائدها ليست بالمستوى المأمول كما هو متوقع بسبب عدم تجمع القرى وأوجه القصور الأخرى. وأبدى المشاركون استعدادهم لزيادة مساهمتهم والمشاركة في المبادرة لسد الثغرات. عقد فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم شمال البحر الأحمر الندوة حول القضاء على الممارسات الضارة واحترام حقوق الطفل والمرأة بمصوع في 4 يناير. وقال ممثل الفرع السيد إسماعيل عثمان أن الحملات التثقيفية المنفذة على مستوى المديريات شملت نحو 46 ألف شخص، فيما أجريت مسوحات في مديريات مصوع وقرورة ودهلك. من جانبهم قدم مسؤولو المديريات معلومات مفصلة عن التحديات في كل مديرية، بالإضافة إلى نتائج الاتصالات مع الشركاء والشيوخ والزعماء الدينيين، حاثين على تكثيف الحملات لرفع مستوى الوعي العام. وذكر المدير العام لإدارة الخدمات الاجتماعية بإقليم شمال البحر الأحمر السيد رزني في السها أن الجهود المبذولة للسيطرة على الممارسات الضارة تحقق نتائج جديرة بالثناء، وذكر بضرورة تعزيز دور المواطنين والشركاء لتحقيق المزيد من النتائج. نظمت وزارة الزراعة دورة تدريبية حول إعداد الطعام المغذي ل60 امرأة في مديرية أقردات بالتعاون مع الاتحاد الوطني للمرأة الإرثية، وذلك مواصلة لجهودها الرامية إلى توزيع الأغذية الغنية والمغذية على مختلف المناطق والتأكد من استفادة الأسر منها في نظامهم الغذائي اليومي. وقالت رئيسة فرع اتحاد المرأة في القاشبركة السيدة يحدق يوحنس في كلماتها التي ألقتها بالمناسبة أن التدريب هو استمرار لدورات تدريبية مماثلة تم تنظيمها سابقا في كل من مديريتي بارنتو وهايكوتا، والتي تهدف إلى إعداد وجبة مغذية، موضحة بأن الهدف من الدورة هو أن تقوم النساء بشكل عام والأمهات بشكل خاص بإعداد الطعام المغذي بطريقة سهلة ورخيصة باستخدام المنتجات الزراعية المحلية. وقالت السيدة أبابا زرزكي أخصائية تنمية سبل العيش أن 30 شخصا من ضاحية عدرديه و30 من مدينة أغردات شاركنا في التدريب. وأشار مدير مديرية أغردات السيد إسحاق طعوم إلى أن التدريب سيساهم بشكل إيجابي في الجهود المبذولة لبناء مجتمع صحي ومنتج من خلال ضمان صحة الأسر، ودعا المتدربات إلى تطبيق المهارات التي تعلمناها ونقلها إلى الآخرين. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإرثية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. تسبب زلزال قوي ضرب منطقة مرتفعة غربي الصين ومناطق من نيبال في إلحاق أضرار بمئات المنازل، وأدى إلى تناثر الحطام والأنقاض في الشوارع وقتل ما لا يقل عن 126 شخص في التبت، فيما لا يزال العديد من الأشخاص محاصرين في الوقت الذي ضرب فيه المنطقة النائية عشرات الهزات الارتدادية. وقالت وكالة الأنباء الرسمية شينخوا أن ما لا يقل عن 188 شخصا أصيبوا في التبت على الجانب الصيني من الحدود، وتعرض أكثر من 1000 منزل للتدمير في المنطقة القاحلة والنائية حسب ما أفاد تلفزيون الصين المركزي الحكومي. وأشارت وزارة إدارة الطوارئ إلى أنه تم نشر نحو 1500 عامل إطفاء وإنقاذ للبحث عن أشخاص تحت الأنقاض. وتتعرض الأجزاء الجنوبية الغربية من الصين ونيبال وشمال الهند للزلازل بسبب تصادم الصفائح التكتونية الهندية والأوراسية. أعلن قائد مقر الدفاع الجوي المشترك في إيران قادر رحيم زادة عن استعداد القوات المسلحة لاختبار أنظمة دفاع جوي جديدة وغير معروفة خلال الأيام المقبلة. وأوضح قائد مقر الدفاع الجوي المشترك في إيران في تصريح له أن وحدات الدفاع الجوي التابعة للجيش والحرس الثوري قد تم نشرها بالقرب من المواقع الحساسة، مجهزة بأنظمة حديثة لتعزيز قدراتها الدفاعية. وأضاف
ستجري هذه الوحدات تدريبات دفاعية متكاملة تحت قيادة شبكة الدفاع الجوي الموحدة، وذلك ضمن مناورات اقتدار القوات المسلحة بهدف تعزيز جاهزيتها لحماية أجواء البلاد بشكل حازم. وأشار إلى أن المناورات ستكون واسعة النطاق، إلا أن التفاصيل الكاملة لن تعلن لأسباب تتعلق بالحفاظ على السرية والمفاجأة الاستراتيجية ضد الأعداء. أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي استعداد بلاده لتعزيز التبادلات في مجال الحوكمة مع ناميبيا وتعزيز التعاون في مختلف المجالات لتحقيق التنمية المشتركة. جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الصيني مع رئيس الناميبي نانجولو مومبا في مدينة سواكومباند أثناء زيارة وانغ لناميبيا، حيث تعهد الجانبان بتعزيز التعاون الثنائي وفقا لما أوردته وكالة أنباء شينخوا الصينية. وأشار وزير الخارجية الصيني إلى أن ناميبيا عضو مهم في الأسرة الأفريقية وشريك تعاون استراتيجي شامل للصين. وأكد رئيس ناميبيا أن بلاده تلتزم بمبدأ الصين الواحدة وتدعم جهود الصين لحماية سلامة أراضيها، وتتطلع إلى تعزيز التعاون مع الصين وتبادل خبرات الحوكمة. قالت الحكومة البرازيلية أن أندونيسيا ستنضم رسميا إلى مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة الكبرى كعضو كامل العضوية. وكانت مجموعة بريكس تضم في البداية البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، لكنها توسعت وضمت دولا أخرى. وقالت وزارة الخارجية الأندونيسية في بيان أنها ترحب بهذا الإعلان، وأن عضوية مجموعة بريكس هي وسيلة استراتيجية لزيادة التعاون والشراكة مع الدول النامية الأخرى. وكانت أندونيسيا وهي رابع أكبر دولة من حيث عدد السكان عبرت في وقت سابق عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة في إطار الجهود الرامية إلى دعم الدول الناشئة وخدمة مصالح ما تسمى بدول الجنوب العالمي. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. اختتام المؤتمر الدولي للدراسات الإريترية بنجاح. الإريتريون في سويسرا يناقشون تعزيز تنظيمهم. جهود لزيادة المشاركة العامة في برامج التنمية في مديرية دقي. مئات القتلى والجرحى إثر زلزال مدمر في الصين. إيران تختبر أنظمة دفاع جوي جديدة في إطار مناورات عسكرية شاملة. والصين وناميبيا تتعهدان بالتعاون لتحقيق الشراكة. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.